زي ما احنا متعودين ان فينا يقدر يقف ونرنم مع بعضينا عشان عايزين نسبح الرب بكل ما ونقول له باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتك. وكل الاعداد بتقول الذي يشفي امراضك، الذي يغفر ذنوبك، اللي ينجي من حفره حياتك. واحنا بنقول الاعداد ديت خلينا نقول له يا رب نفتكر ايه اللي عمله الرب في حياتنا في الايام اللي فاتت وفي الشهور وفي السنين اللي فاتت ونقول باركي يا نفس الرب. كل حسناتي باركي
مش أي واحد يقول يسوع إبليس يكون تحت أقدامه، لكن اللي يسوع ساكن في قلبه وسلطانه عليه هو اللي يقدر يقول يسوع إبليس يكون تحت أقدامه. فهي ترتب الترجمة اللي جاية بتقول يسوع حي داخلي سأهتف له وأفرح به. يسوع حي داخلي، هنفرح لأن يسوع حي جوانا، علشان كده إبليس تحت أقدامه. Thank you.
فيش لا مرض ولا اسوار ولا ابواب مغلقه ولا اي شيء يقدر يقف قدام دم يسوع. سيعظم انتصارنا لان احنا فيك اعلى منتصرين. بنشكرك ان قوتك في الضعف تكمن، لان ضعفنا يا رب هو المكان اللي انت تدخل فيه عشان تظهر قوتك فينا، عشان يعظم انتصارنا بيه. بنعظمك وبنشكرك، بنقول لك ما اعظم اعمالك يا رب، كلها بحكمه. ما اعظم هذا السر العظيم انك تستخدم اناس يا رب مثلنا الضعفاء الغير قادرين على اي شيء، الجهال العالم بتوصل الاقوياء، لان قوتك بتحل فينا بقوه. بنعظم اسمك ونسبحك لان ليك انت كل القوه وكل السلطان وكل قوات الشر بتهرب من اسمك. ونعظمك من اجل دم يسوع المسيح. خلينا نختم فرصه تسبيحنا واحنا بنقول ما اعظم